بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده يا حبايبي هنعملوا الفتة بتاعت شهر طوبة بقى، والجو البرد ده والشتاء والساعة اللي الناس فيها. فهنعملوا النهارده الفتة بتاعت العدس بالطشة بتاعتها. ماشي يا حبايبي؟ صلوا على النبي وحطوا اللايك. يلا بينا بقى نشوفوا هنعملوا ايه. انا سويته الاول اهوت وولعت عليه، بس انا هوريكم الطريقه بتاعته هتعملوه ازاي وتحطوا له ايه وتعملوا ايه. ماشي يا حبايبي؟ حبايبي حطوا اللايك، متبخلوش عليا باللايك. كل سنه وانتم طيبين. واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه. خلاص يا حبايبي؟ هتجيبي ربع كيلو عدس، نص كيلو عدس، شوفي انت عايزه ايه هتجيبيه. الاول اهو هتحطيه في الحله كده. خلاص شايفينه كده واضح قدامكم؟ اهو العدس اهو. خلاص يا حبايبي؟ العدس اهو ربع كيلو، نص كيلو، زي ما انت عايز. هنحط عليه ايه؟ تحط عليه جزر، كتري الجزر. ماشي يا حبايبي؟ هو بيحب الجزر كتير، فاحنا هنحطه ايه جزر. الربع كيلو هتحط عليه ايه 3 جزرات اهو. اهو 3 جزرات على الربع كيلو. يحب ايه الجزر كتير اهو. اهو هتقطعيه كده. الحاجات اللي هتتحط عليه انا بوريها لكم عشان تحطوها وتعملوها. اهو جزر، بطاطايه اهي، هقشرها لكم بس كده. وحطينا ايه عدس. العدس الفته لازم تحطوا له بطاطسايه، عشان ايه هنخففوه، هيبقى خفيف شويه. عدس الفته بيبقى خفيف، فهتحط بطاطسايه واحده بس على الربع كيلو اهو. وجزرتين 3 كتري في الجزر. طماطمايه اهو. اهو يا حبايبي ده. وفصين توم اهو. توم اهو يا حبايبي. ولا تحطوش بصل، ما تحطوش بصل وانت بتسوي العدس، عشان الناس اللي تاكل العدس وتقول صدر بيحرقني والحمار بيجي من البصل. لما تحطيه معاه ما تحطيش بصل معاه، احنا هنحطه في الاخر، هنعمله بالطش. خلاص يا حبايبي؟ اهو عدس، جزر، طماطم، توم، بس فصين توم اهو. خلاص يا حبايبي؟ هيتغسل غسله كويسه، وتحط تملاها، تحط عليها ميه كده، تغطيها بالميه لحد ما يستوي خالص ويبقى عامل معاكي زي العجينه كده. هتضربيه في الخلاط وتخففيه بقى، لا اما بالشوربه. ماشي يا حبايبي؟ لا اما بالشوربه، لا اما لو ما عندكيش شوربه تخففيه بالميه المغليه ومعاها مرقه. خلاص يا حبايبي؟ عرفنا ده العدس. انا عملته وضربته في الخلاط اهو، وولعت عليه عشان بياخد وقت وما ضيعش وقتكم واطول عليكم الفيلم. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا الله. اهو شايفين يا حبايبي؟ خلاص ماشي. هنعمله ايه بقى؟ خلاص انا ده اهو ضربته في الخلاط وخففته بالميه، ما عنديش شوربه، هحط معاه مرقه. انت عايزه تحطي بقى 2 مرقه حطي، انا ما بحبش المرقه كتير. فايه لو انت على ايه على وش كده عامل كده، الوش ده تشيليه ما تخليهوش. ده تشيليه اول باول ما تخليهوش. حتى الريم اللي بيطلع وانت بتسويه تشيليه اول باول. فانا هحط ايه مرقه واحده اهي. انا لسه ما حطيتش حاجه عشان احطه قدامكم. مرقه واحده
انت عايزه تحط 2 حط 2 براحتك، عندك شوربه حط شوربه خلاص. ماشي يا حبايبي. هنحطه ايه بقى فيه؟ معلقه كمون اهو، معلقه كمون، معلقه ملح اهو. ما تكتريش ملح عشان المرقه اللي انت حطها. وفي توم اهوت ناعم هنحطه ايه حته كده في العدس كده نيه كده. وبقيتها هنعمله بقى الطشه مع البصلايه. خليكم معايا يا حبايبي في اخر الفيديو وشوفوا هنعمله ايه. خلاص يا حبايبي ادي التوابل بتاعته. كمون، اللي بتحب الحامي تحط شطه، احنا عندنا مش بنحبه الحامي، انت عايزه حامي حط شطه زي ما انت عايز. حطينا كمون، ملح، توم ني حته كده، والباقي هنعمله في الطشه. خلاص يا حبايبي اهو، شايفين التول بتاعه اهو، مش ميه اهو. ده عدس الفته ده، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. خلاص يا حبايبي هنولع بقى نعمل له ايه. نعمل له الطشه بتاعت هتحطي ايه يا حبايبي؟ هتحطي هنا شويه زيت كده، حته السمنه بقى بلدي حلوه كده، لازم سمنه البلدي حته حلوه كده اهو، معلقه معلقتين اهو. شايفين يا حبايبي؟ حطينا ايه، حطينا معلقتين زيت، حطينا معلقتين سمنه بلدي كده حلوين اهو. عندنا بصلايه اهي، عشان ما احنا ما حطيناش بصل في العدس. لا ما تحطوش بصل وانتوا بتسووا العدس، اللي متعود يحط بقى براحته. الناس بقى ايه بتحب بتحط البصل معاه وهو بيستوي، اللي عايز يحط براحته. احنا ما بنحطوش بصل في العدس وهو بيستوي يا حبايبي. ماشي يا حبايبي. وفي ناس بتحط كوسه معاه، لا بتغير طعم العدس. العدس طول عمره معروف عدس جزر بطاطسايه طماطمايه بس. ما الكوسه دي طالعين فيها جديد واحنا مش ما بنعملوش كوسه. خلاص يا حبايبي. نعملوا بقى العيش. العيش بقى بتاع الفته ده عيش الفته، تجيبوه من الفرن بتاع العيش. الفرن بتاعت العيش كلها بتبيع العيش الناشف ده، وفي ناس بتبيعه لوحده، وفي ناس بيمشوا بيه كده في الشارع بيبيعوه. عندنا في اسكندريه الناس بيمشوا بيه كده في الشارع بيبيعوه. فده العيش بتاع الفته. خلاص يا حبايبي، مش اللي بيحمروه في السمنه والزيت يجيبوا عيش طري ويحمصوه ويحمروه، لا هو ده الاساس، ده الاساس اللي هو العيش بتاع الفته. خلاص يا حبايبي هتفتتي بقى كده معانا كده عبال ما البصله تحمر اهو. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حطوا اللايك وتابعوني يا حبايبي، حاجتنا كلها على قد الايد. متبخلوش عليا يا حبايبي باللايكات، وانا بحبكم كلكم المشتركين والمشاهدين بتوعي عشان القناه تكبر بيكم. حطوا اللايك يا حبايبي، واللي مش عاجبه حاجه يقول لي، واللي عاجبه حاجه يقول، واللي عايز يسالنا على حاجه يقول برضه اهو. انا بعمل على البوتاجاز، مش هعمل على الشعله عشان الشعله
بتاخد وقت معايا، فانا بعمل لكم على البوتاجاز اهو بسرعه اهو. ماشي يا حبايبي. وتفتتوا بقى على قد الناس بقى الموجوده. تعملي بقى كتير، تعملي شويه براحتك اهو. ماشي يا حبايبي. بس انا وانتوا طيبين. الجو برد والشتا والجو البرد ده والناس اللي سقعانه دي وعايزه تتدفى، هو ده بتاع الشتا وبتاع الدفى اهو. العيش الناشف اهو يا حبايبي. اعملي البصل الابيض، ما تعمليش البصل الاحمر. لما تيجي تعملي التقليه اعملي البصل الاحمر، ما تعمليش الابيض اهو يا حبايبي. شايفين؟ لازم البصله كده تصفر، بصله تصفر شويه كده. وبعدين التومه بقى، التوم بقى اللي هو الناعم اللي احنا فرمينه ده وحاطينه منه حته على العدس، هتحط بقيته مع البصل اهو. حط بقيته مع البصل. بس تتحمري بس البصله شويه كده، ما تحطوش مع البصل على طول. ليه؟ عشان البصل التوم بيتحمر بسرعه فهيتحرق منه. خلاص يا حبايبي. فانتوا ايه، تحمري البصله شويه وبعدين تحطي التوم. كل ما تطلع عندك كريم كده تشيليه، كل ما يطلع عندك كريم تشيليه اهو. ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. شايفين يا حبايبي؟ اهو اهو اهو. ويعني لو تقل منك ممكن تحطي ايه، حبه ميه برضو. لو لقيتيه تقيل ممكن تحطي حبه ميه تخففيه، مفيش مشكله. لو لقيتيه تقيل تحطي حبه ميه وتخففيه. هو كده كده لما بيقعد بيتقل، كل ما يتقل وتيجي تسخنيه حط شويه ميه، مفيش ايه، مفيش مشكله تحط شويه ميه. خلاص يا حبايبي. احنا بس بنحمر البصله. لازم تحمري البصله مع التومه والسمنه البلدي. دي بقى ايه في الشتاء بقى، ده تلاقيه بيجيب الريحه في الشارع، والناس اللي ماشيه في الشتاء تشم ريحه العدس. كله بيعمل عدس في الشتاء كده، كله بيعمل عدس في الشتاء. هو ده اكل ايه، اكل الشتاء يا جماعه، اللي بيدفي وفيه فايده وفيه فيتامينات. اهو يا حبايبي. شايفين؟ اهو. ولا تحمرها قوي. شايفين اهي؟ شايفين اللون بتاعها هي والثوم بس. وهنطفوا عليها على كده وتحطيها بقى في ايه، في العدس اهو يا حبايبي. شايفه؟ حط شويه كده. شايفين؟ في العدس كده اهو. ادي يا حبايبي العدس بتاع الفته. يغلي بس غلوه كده بالبصله بالثومه، يغلي غلوه بالبصله والثومه وهنعمله ايه، هنعمله الفته. خلاص يا حبايبي. في ناس ما بترضاش تاكل الفته دي، تقول لك ايه، وانا هاكل عدس بقى، هاكل عيش بس. لا، احنا ممكن نعمله ايه بقى. بص يا حبايبي، ممكن تعملي ايه بقى. ممكن تعملي ايه، هنحطه معلقتين رز اهو. اللي عايز يبيض دي بقى اختياري، اللي عايز يحط يحط واللي مش عايز ما يحطش. معلقتين رز كده مع العدس عادي. ما احنا ساعات بنعمل العدس اللي انتوا بتغمسوه بالعيش بنحط فيه معلقتين رز عادي. فانت ايه، هتحطي كده رز، اللي عايز يحط يحط واللي مش عايز يحط ما يحطش. ده اختياري.
بس يعني ايه، بدل ما تاكلي رز خالص ويقولك ما شبعناش، لا احنا هنعمله ايه، نحط كده معلقتين رز عشان تغلي بس غلوه كده بالعدس اهو. اول ما يغلي كده، شايفين يا حبايبي اهو، تاخدي بقى كده تحطي على الفتة. سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وحطوا اللايك، صلوا على النبي يا حبايبي، واللي مش مشترك يشترك في القناة لأول مرة يشوفني، وتبخلوش عليا بالقناة يا حبايبي عشان القناة تكبر بيكم. أنا بحبكم كلكم، المشاهدين بتوعي والمشتركين بتوعي كلكم بحبكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. اهو شايفين فتة، ايه رأيك بقى؟ اهو يا حبايبي شايفين اهو، ايه رأيكم بقى؟ جنبها بقى ايه، شوية مخلل. ماشي يا حبايبي، جنبها شوية مخلل، وممكن تحطي شوية كده في الصحن. اللي عايز يشرب شوربة اهي، اللي عايز يشرب شوربة عدس اهي يا حبايبي، اللي عايز يشرب شوربة عدس يشرب شوربة عدس اهي. ايه رأيكم بقى؟ كل سنة وانتم طيبين، وحبايب المشتركين والمشاهدات كل سنة وهم طيبين. وادعوا لاخواتكم الفلسطينيين، ربنا ينصرهم على من يعاديهم، وربنا يقويهم عليهم، وربنا معاهم. اهو يا حبايبي شايفين يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. ادي الفتة وادي الشوربة اهي، وادي العيش الناشف اللي عايزة، وممكن تغمسي بيها الشوربة دي، تغمسي بيها العيش الناشف اهي. خلاص يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. اشتركوا يا حبايبي في القناة، وحاجتنا كلها على قد الايد. اللي عايزة تحط شوية كركم تحط شوية كركم، واللي مش عايزة تحط مش مشكلة، الجزر بيديله اللون الحلو ده عشان كتري فيه الجزر. عايز تحط شوية كركم حط نص معلقة كركم عليه، هيديك اللون احلى واحلى واحلى. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.